الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله
موصوف بصفات الكمال والجمال، نحمده تعالى ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كبيرا، سبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فجزاه الله خير ما جزى نبيًا عن أمته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. أما بعد أيها المسلمون، يا عباد الله، نحمد الله سبحانه على تمام النعمة وعلى أدائنا لصيام شهر رمضان المبارك، وعلى ما أدينا فيه من الصيام والقيام وقراءة القرآن وصالح الأعمال. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. نحمد الله سبحانه ونشكره جل وعلا، فاتقوا الله عباد الله، واحمدوا الله كثيرا واشكروه كثيرا على ما أعانكم على شهر الصيام والقيام وشهر القرآن وصالح الأعمال، وذلك فضل الله سبحانه وتعالى علينا. خرجنا من شهر رمضان وأتينا إلى هذا المكان لنصلي صلاة العيد، نظهر الشكر والحمد لربنا سبحانه على ما أعاننا. وتلك هي أعياد المسلمين، تأتي بعد أدائهم لفرائض معينة. فعيد الفطر يأتي بعد انقضاء شهر الصوم، وعيد الأضحى يأتي بعد أداء الحجاج لفريضة الحج والوقوف بعرفة، فإن الحج عرفة. وهذا مما يدل على أن ديننا دين سعة ويسر، وأن الله سبحانه وتعالى يريد لنا الخير والرحمة والتوفيق والهداية، ونسأله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يعفو عنا وعنكم وعن جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. الله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كبيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. عباد الله، خرجنا من رمضان وكان يوم أمس آخره، وكان الصيام يوم أمس وما قبله واجب، واليوم محرم وغدا مستحب، فإنه لا يجوز صيام يوم العيد لقول رسول الله عليه الصلاة والسلام ونهيه عن ذلك. وهذا هو المسلم يتقلب مع عبادة الله سبحانه ومع طاعة الله سبحانه، فحيث الأمر ينتهي وحيث النهي ينتهي وحيث المستحب يقدم أو يتأخر، فهو عبد لله في كل أحواله، لا يعبد الله على هواه ولا على مزاجه، وإنما يكون عبدا منقادا لرب العالمين. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. هكذا يكون التزام المؤمن، هكذا يكون التزام المسلم، أن ينقاد لأمر الله في كل أحواله، صياما أو صلاة، أمرا أو نهيا، ظاهرا أو باطنا،
يذهب للطاعات بكل انشراح صدر وفرح وسرور، ويترك المعصية بكل رضا واستسلام لرب العالمين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. حال الناس يا عباد الله، حالنا بعد رمضان حالنا كحال تلك البطاريات التي هي للسيارات أو الجوالات، فإن بعض البطاريات تبقى تعطيك مصدر الكهرباء ما دام الشاحن فيها، فإذا فصلت الشاحن طفيت. وهذا حال بعض الناس، إذا خرج رمضان عاد لعادته الأولى، وكأن رمضان لم يأته، وكأن رمضان لم يمر عليه، وكأنه ما صام ولا قام، وكأنه ما دخل في عبادة من شأنها أن تتبعه للأمام وتكون محطة له تزود فيها من الطاعات ما إذ يجعله يقرب من الله سبحانه. فحاله كحال بعض البطاريات التي تعطيك الكهرب ما دام الكهرب موصل إليها، ما دام الشاحن موصل، أو ما دامت السيارة شغالة هي موصلة، إذا طفيت ما عاد أعطت أي كهرباء. هذا حال بعض الناس وهو حال أكثرهم. ونوع آخر كبعض البطاريات يشحن لكن يأخذ كهرباء فترة ثم يعود إلى حاله. وأما الأحسن والأفضل فهي تلك البطارية التي إذا شحنتها مرة أخذت فترة طويلة تعطيك مصدر الكهرباء ومصدر الطاقة وقتا طويلا حتى توصلك إلى مكان آخر. وهذا حال بعض الناس. نسأل الله أن يهدينا وإياكم. أيها المسلم، أيها المؤمن، كن ربانيا ولا تكن رمضانيا. ما معنى كن ربانيا؟ أي تعبد الله عز وجل في كل زمان وحين، في كل مكان ومكان. لا تكن رمضانيا فقط تتعبد الله في رمضان، فإذا خرج رمضان تركت قراءة القرآن، وتركت حضور صلاة الجماعة، وتركت خشية الله ومراقبته، وتركت الأعمال الصالحة. من يفعل هذا هو رمضانيا، يتعبد الله في رمضان فقط، وبقية السنة حسب هواه ورغبته، حسب شهوته وإرادته. لا، المسلم يتعبد الله في كل زمان ومكان، وإنما يكون رمضان له من محطة تزود وشحن إلى أن يواصل عبادة الله وطاعته. فكن ربانيا أيها المؤمن ولا تكن رمضانيا. من أراد أن الله يعفو عنه فليعفو عن الآخرين، من أراد الله أن يرحمه فليرحم الآخرين، من أراد أن يسامحه الله فليسامح الآخرين. بعض الناس يريد من الله أن يعفو عنه وهو ما يعفو عن الآخرين، يريد أن الله يرحمه وهو ما يرحم الآخرين. كيف تريد أن الله يرحمك وأنت ما ترحم عباده؟ كيف تريد أن يعفو الله عنك وأنت لا تعفو عن عباده؟ أما سمعنا حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي يقول فيه: الراحمون يرحمهم الله، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. من لا يرحم لا يرحم، ومن لا يعفو لا يعفى عنه، كما قال الله عز وجل في سورة النور عن قصة أبي بكر الصديق ومصطح رضي الله عنهما، وهما من الصحابة، وكان مصطح من الصحابة، ولكنه وقع فيما وقع فيه المنافقون من سب عائشة واتهامها بالزنا. ووقع مصطح رضي الله عنه وهو من الصحابة الأجلاء وسمع الكلام فتكلم به. وكان أبو بكر قبل ذلك ينفق عليه ويعطيه ما أراد. فلما وقع في هذه المشكلة ووقع في هذا المطب ووقع في تلك الشائعة
منع أبو بكر نفقته على مصطح وقال لا أنفق عليه، فأنزل الله عز وجل الآيات في سورة النور أن الله سبحانه وتعالى يطلب من أبي بكر وغيره أن يعفو عن الآخرين وأن يسامحهم وأن يواصلوا إحسانهم ومعروفهم، حتى قال الله عز وجل ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فلما سمعها أبو بكر عاد إلى إنفاقه على مصطح وكفر عن يمينه. فمن أراد أن يرحمه الله فليرحم الآخرين، ومن أراد أن يعفو الله عنه فليعفو عن الآخرين. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. عباد الله، كيف حالنا؟ كيف حال الأمة المسلمة في مشارق الأرض ومغاربها؟ بينما كانت الأمة المسلمة لها هيبتها ولها كلمتها ولها مكانتها ولها منزلتها بين العالمين، أصبحت متفككة، أصبحت شجر مذر. ما السبب في ذلك؟ ما الذي أودى بنا إلى ذلك عباد الله؟ إنها كثرة ذنوبنا ومعاصينا، إنها كثرة خلافاتنا ونزاعاتنا، والله سبحانه ينهانا عن ذلك ويأمرنا بالاعتصام بكتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، ويحذرنا من الفرقة والاختلاف. قد تختلف أنت وصاحبك في بعض المواقف، لكن لا يجوز أن يؤدي ذلك الخلاف إلى النزاع وإلى الفرقة وإلى أن يذهب كل واحد في اتجاه آخر، لكن نصبر على بعضنا ونتحمل بعضنا وندعو ربنا سبحانه ونثق بوعده. فاتقوا الله عباد الله وتسامحوا فيما بينكم، فإن الله عز وجل يحب لنا أن نكون أمة واحدة، يحب لنا أن نكون متحدين، أن نكون فيما بيننا متآخين، يغفر بعضنا لبعض ويعفو بعضنا عن بعض، ونتحمل بعضا ونصبر على بعضنا بعضا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا. عباد الله، نحن في هذا المكان ولله الحمد وأمثاله من المصليات في هذه المنطقة آمنون في بيوتنا وفي أسواقنا، وهناك إخوة لنا مرابطين في الجبهات على أسفلنا وعلى علونا، وفي أماكن عديدة مرابطون يحرسون الثغور، يبيتون ويظلون مستمرين في أماكنهم يحرسون هذه المنطقة وأهلها. ألا فلنتق الله فيهم ونعاونهم ونكون سندا لهم، بل ونشاركهم في مواقفهم، فإن الرباط وإن الجهاد في سبيل الله أعلى ذروة الإسلام، هو ذروة الإسلام كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. ومن لم يا عباد الله ومن لم يشارك في ذلك فليحفظ لسانه وكلامه من الكلام على أولئك المرابطين الذين بذلوا أوقاتهم وبذلوا أموالهم وبذلوا راحتهم، وربما بذل بعضهم دمه وروحه في سبيل أن يدافع عن دينه وعرضه وعن دين وأعراض المسلمين. جزاهم الله عنا خيرا. أسأل الله أن يثبتهم وأن يثيبهم وأن ينصرهم وأن ينصر من نصرهم وأن ينصر جميع المجاهدين المرابطين في مشارق الأرض ومغاربها. تمر يا عباد الله، تمر أمتنا بشدة شديدة، وعسى الله جل وعلا أن يأتي بالفرج من عنده، والفرج قادم. يسألونك متى هو؟ قل عسى أن يكون قريبا. فانتظر فرج الله يا عبد الله، ولا تيأس من رحمة الله، ولا تقنط من رحمة الله، ولا تستسلم للوضع الذي أنت به، وإنما ادع ربك وتشبث بحبله سبحانه، وواصل عبادتك وأملك وطلب الانفراجة من الله سبحانه القادر
القادر على كل شيء. الله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كبيرا. قلت ما سمعتم، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين. الله أكبر، كبروا عباد الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كبيرا. أما بعد عباد الله، شرع لنا ديننا التكبير ليستقر تتحرك به ألسنتنا ويستقر في قلوبنا أن لا أكبر من الله ولا أعظم ولا أجل من الله سبحانه. فمهما رأيت من الأمور فإن الله أكبر منها، والله أقدر على كل شيء. الله أكبر. مهما رأيت الدنيا وزخرفها، ومهما رأيت أموالها وبهرجتها، فاعلم أن الله أكبر. إذا رأيت ظالما يتظالم على الناس ويتعدى على خلق الله، فاعلم أن الله أكبر وهو عليه أقدر سبحانه. فلا يدخل في نفسك إلا أن الله أكبر، وإنما يمهل الله الظالمين ويمد لهم مدا حتى إذا أخذهم أخذ عزيز مقتدر. عباد الله، لا بد لنا أن نتناصح فيما بيننا، لا بد لنا أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. وما معنى أن نأمر بالمعروف وما معنى أن ننهى عن المنكر؟ معنى أن نأمر بالمعروف ما أمر الله بفعله أو أمر النبي عليه الصلاة والسلام فعله، فنأمر به نعمله ونأمر الآخرين بفعله، فذاك معروف أمرنا الله أن نفعله. وننهى عن المنكر أي ما نهى الله عن فعله أو قوله أو نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، فننهى أنفسنا عنه وننهى الآخرين عنه. فمثلا نهى الله عز وجل عن أكل الحرام، فلا نتلبس بالحرام وننهى الآخرين عن أكل الحرام. أمر الله عز وجل بإتيان الصلاة، نصلي ونأمر غيرنا بالصلاة. أمر الله عز وجل بالإحسان إلى الجيران، نحسن إلى جيراننا وندعو غيرنا ونأمر غيرنا بالإحسان إلى جيراننا. أمرنا الله عز وجل أن نحفظ ألسنتنا ونأمر الآخرين بحفظ ألسنتهم. أمرنا الله عز وجل بهذه الأوامر وغيرها نأتيها وندعو غيرنا إلى الامتثال بها. ونهانا الله عن تلك النواهي ننزجر عنها ونبتعد عنها وندعو غيرنا، نأمر بذلك، ننهى عما نهى الله ونأمر بما أمر الله. فهذا هو معنى أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، لقول الله سبحانه: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ولقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. وهذا إلى السلطة الحاكمة، وهذا إلى الحاكم المسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. وهذا أيضا إلى الأب في بيته، إلى الرجل في بيته: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. معنى إنكارك المنكر بقلبك أن تكره الذي يفعل المنكر، وأن لا تجالسه، وأن لا تخالطه، تباطعه، تنكر عليه، تظهر غضبه وتظهر كرهه وما يفعل. فذاك إنكار
ثوابك علامة إنكارك للمنكر وفاعله. أما أن يقول قائل أنا أكره المنكر ولكنه يبعث مع من يفعل المعصية، هذا غير منكر لهذا النهي ولذاك المنكر. فيا أيها الناس لا بد أن نتناصح فيما بيننا، ولا بد أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونكون أمة واحدة ونحافظ على هذا الوادي ونحافظ على هذه المنطقة ونجنبها المشاكل، فإن المشاكل والخلاف وإن الدماء التي تسفك وإن الأمور التي تفعل في هذه المنطقة نذير خطر. أيها الناس جميعا، أيها العقلاء خاصة، يا أصحاب الكلمة والمكانة، يا من له كلمة بالمجتمع، اتقوا الله عز وجل جميعا. يا كبار القوم حيثما كنتم، يا من لديه قدرة على ضبط الأمور اضبطوا أموركم وحافظوا على هذه المنطقة، فهي التي لا زالت ولله الحمد مجمعا لكل اليمنيين، وهي لا زالت ولله الحمد أرضا آمنة، فلا نخرقها ولا نؤذيها ولا نترك للسفيه أيا كان، سواء من أبنائنا سواء من أقاربنا أو من غيرهم. لا نترك السفهاء يفعلون ما يريدون، يسفكون الدماء، يتقطعون في الطرقات، يؤذون المارة، يؤذون بعضهم بعضا، يأكلون الحرام، ولدينا من القدرة أن ننهى عن ذلك. فإن الله عز وجل توعد من يسكت عن النهي عن الحرام، عن النهي عن المنكر، توعده بعذاب أليم، كما قال سبحانه: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وذلك أن الله سبحانه، ولو أطلت عليكم قليلا، وذلك أن الله سبحانه نهى بني إسرائيل عن صيد السمك يوم السبت. يوم السبت يوم واحد بالأسبوع لا تصيد السمك، نهاهم الله عن صيد السمك، فالتزموا بداية واجتنبوا الصيد يوم السمك، ولكن الله ابتلاهم فكان السمك يأتي يوم السبت أكثر من يوم الأحد وأكثر من يوم الجمعة وأكثر من أي يوم آخر، فهم ينظرون إلى السمك يوم السبت بكثرة والأيام الأخرى ماشي فيها أو يأتي بها قليلا، يأتيهم يوم السبت شرعا، ويوم لا يسبتون لا يأتيهم أي مثل ما كان يأتيهم يوم السبت. فاحتال بعضهم وعمل حيلة، ذهب بعضهم وحفر حفرة قرب الساحل حتى إذا نزل بها السمك ما عاد يطيعه يطلع، ما يخرج ويبقى في تلك الحفرة إلى يوم الأحد، فيأتون إليه ويصطادوه. وبعضهم وضع الشباك التي يصطادون بها السمك وضعها يوم الجمعة، وباتت ليلة الجمعة ويوم السبت كاملا، وجاء السمك ودخل في تلك الشباك وبات فيها آخر السبت، وصبح يوم الأحد ذهب من وضع تلك الشباك فوجد فيها السمك كثيرا، ثم إنهم تسامعوا بذلك، وسمع بعضهم أن فلان عمل هذه الحيلة وفلان عمل تلك الحيلة وحصل سمك كثيرا ليس يوم السبت إنما حصله يوم الأحد ويوم الاثنين، فانتشر الخبر وبدأوا يفعلون ذلك وتكاثروا في ذلك، ما هو واحد ولا اثنين ولا 10 ولا 20، زاد اصطيادهم للسمك يوم السبت بهذه الحيلة. فانقسم أهل تلك المنطقة إلى 3 أنواع. النوع الأول اصطادوا السمك يوم السبت بهذه الحيلة، والنوع الثاني نهوا من اصطاد السمك بهذه الحيلة وغيرها، ونوع ثالث سكت، قالوا وش دخلني اللي يعاقب ربي ولا يسامحهم ولا وش دخلني، ديني نفسي دين الناس للناس. لما فعلوا ذلك واستمروا عليه وكانوا يتمالون على ذلك وانتشر الخبر أنهم وقعوا في معصية الله، لعنهم الله
لعنهم الله وأنزل عليهم عقابا. فيا أيها المسلمون اتقوا الله عباد الله، وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، واحقنوا دماءكم، واحرسوا أرضكم، واحرسوا طرقاتكم، فإن في هذه الطرقات العامة يأتي بها الغريب، ويأتي بها المسافر، ويأتي بها الصديق، ويأتي بها القريب، ويأتي بها البعيد، ويأتي بها ذاك وذاك. فلا نتعرض لطرقات المسلمين وننهى عن ذلك، ونتقي الله عز وجل. وليكن كل واحد منا بمهمته، العالم بعلمه، والشيخ بمشيخه، والمعلم بتعليمه، وكل واحد بما يقدر وبما يستطيع. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا. عيدكم مبارك، تقبل الله منا منكم. هذا هو عيد الفطر الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وذاك عيد الأضحى الذي يأتي علينا أيام الحج، وهما عيدان للمسلمين شرع الله عز وجل فيهما الفرحة والسرور والانبساط. واليوم يوم جمعة ويوم عيد، وقد توافق يوم الجمعة بيوم عيد، فماذا يفعل المسلمون في هذا اليوم؟ يصلون العيد والجمعة أو لا يصلون إلا العيد والجمعة؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم وافق يوم جمعة يوم عيد، فقال للصحابة وهم مجتمعون كما في بعض الروايات، قال إنا مجمعون، إنا مجمعون، أي سنصلي الجمعة. وأذن عليه الصلاة والسلام لأصحاب المناطق البعيدة أن لا يأتوا للجمعة، وإنما يصلونها ظهرا في بيوتهم ومحلهم. وكذلك على الخطباء وعلى المسلمين القريبين من مساجد الجمعة أن يقيموا خطبة الجمعة وصلاة الجمعة، وذلك يسر من الله عز وجل ورحمة وزيادة خير. وفقكم الله وحرسكم الله وأعانكم الله وعود الله عيدكم، وتقبل الله منا ومنكم. أسأل الله لنا ولكم التوفيق والعون والقبول، وأسأل الله أن يحرس هذه المنطقة وجميع مناطق العالم الإسلامي، وأن يرد كيد الكائدين بنحورهم وأذى المؤذين بصدورهم، وأن يهلك الظالمين بالظالمين، ويجعل للمسلمين من بينهم فرجا ومخرجا. لك الحمد يا ربنا على تمام النعمة، لك الحمد يا ربنا على ما وفقتنا، لك الحمد يا ربنا في كل حال وزمان، لك الحمد على كل أحوالنا. ونسألك يا ربنا أن توفقنا في بقية أعمالنا لما تحبه وترضى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. استغيثوا أيها الناس واطلبوا من الله الغوث. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا ولا بما فعل السفهاء منا. اللهم إن بالبلاد والعباد ما لا نشكوه إلا إليك فأغثنا. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، وأنزل علينا رحمتك وغيثك الكريم يا رب العالمين. اللهم لا تمنع عنا خير ما عندك بسوء ما عندنا، فأنت العفو الكريم وأنت الرحمن الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.